هنا العراق، هنا الزيارة الأربعينية المليونية للإمام الحسين في كربلاء، هنا أكبر تجمع بشري راجل في العالم. هنا العراق، بيت العرب، قلب العرب، جمجمة العرب. هنا العراق، الحضارة، التاريخ، الأصالة، الكرم، القوة، العزة، المنع، الأمن، الأمان. هنا العراق في هذه الزيارة المليونية، فإن كل أم عراقية هي أم لجميع الزوار، فإن كل أب عراقي هو أب لجميع الزوار، فإن كل أخ عراقي هو أخ لجميع الزوار. هنا العراق، هنا العشائر من جميع الأطياف والأصناف تقوم بالواجب وتفعل المستحيل من أجل إرضاء أكبر تظاهرة مليونية راجلة في العالم بأسره. هذه الظاهرة المظلومة إعلاميا والذي لا يسلط عليها الضوء إعلاميا. هل تستطيع أي دولة في العالم مهما كانت مقدراتها الاقتصادية أن تستضيف أكثر من 30 مليون إنسان وتقوم بأمنهم وحمايتهم وأكلهم وشربهم ونومهم وتطبيبهم؟ هذه معجزة حقيقية، هذه لوحة حضارية لا يستطيع أن يقوم بها أحد إلا شعب عظيم مثل الشعب العراقي الذي تجري في عروقه دماء الحضارات القديمة العظيمة. هنا دجلة، هنا الفرات، هنا البابليين، هنا الآشوريين، هنا الكلدانيين، هنا العظمة، هنا العراق، هنا كربلاء، هنا النجف، هنا الكوفة، هنا واسط، هنا ذي قار وما أدراك ما ذي قار، هنا بغداد، هنا الموصل، هنا البصرة، هنا تكريت، هنا الحلة، هنا الأنبار، هنا ديالى، هنا القادسية، هنا المثنى، هنا ميسان، هنا صلاح الدين، هنا بابل، هنا أربيل، هنا نينوى، هنا العراق. إنه العراق يا سادة 20 عاما يا عراق، 20 عاما وأنت تعاني وتعاني وتعاني احتلال أمريكي وجماعات ومش عارف إيه وحالة اقتصادية وانهيار الدينار، ومع ذلك العراق غني وفقير عشاء كل شيء يشارك في هذا الحدث العالمي. إنه ليس مجرد حدث ديني عابر، القصة في العمق. هؤلاء الناس الذين يسيرون أكثر من 85 كيلومتر على أقدامهم، إنهم لا يسيرون على أقدامهم، إنهم يسيرون على قلوبهم، إنهم يسيرون على نفس الطريق الذي صار عليه الإمام الحسين. إنهم يتتبعون ويتبعون خطوات الإمام الحسين كأنهم يقولون أننا نسير على نفس الاتجاه ونسير على الحق. تجد مشاهد غريبة، مشاهد يعني عجيبة جدا مبهرة للعالم كله. تجد الأطفال موجودين يقومون بما عليهم من دور بسيط جدا، حتى ولو زجاجة ماء يعطونها للزائرين. تجد النساء الكبيرات في السن، الرجال الكبيرات في السن، الأطفال، الشباب، كل شيء رغم الحزن الساكن في القلوب. لكن ما يعزيهم عن ذلك الحزن هو أن يقوموا بالواجب الإنساني تجاه هؤلاء الزوار الذين قد يصلون إلى 30 مليون ويأتون من كل حدب وصوب، وليسوا فقط قاصرين على الشيعة، فهناك وسائل إعلام تأتي، وهناك سنة تأتي، وهناك من جميع الأطياف يأتون لهذا الحدث الإنساني الكبير العظيم الذين يتذكرون فيه ذكرى استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويسيرون في حزن وفي فرح. في حزن حين يتذكرون ويتذاكرون ما وقع للإمام الحسين في كربلاء، وفي فرح لأنهم يؤدون الواجب ويقومون بما عليهم وبما يتوجب عليهم أن يقومون به. تجد جميع أنواع اللحمة، أنواع الجمال موجودة، الماعز موجود، البقر موجود. تخيل يا واد عم حتى الغزلان موجودة. تخيل غزلان، يجيبوا غزلان ويدوها يعملوها للمرة ويطبخوها للمرة. المطبخ متنوع، جميع أنواع الأكل العراقي في المطبخ الفخم. كل شيء بيشترك في هذه التظاهرة كبيرا وصغيرا. لماذا؟ لأنه يا سادة العراق باختصار شديد وببساطة شديدة، العراق رغم الحالة الاقتصادية اللي هي لا تخفى على أحد، ورغم الاحتلال اللي مش عارف ايه، ورغم الدينار اللي مش عارف، ومع ذلك لا حتى الفقراء يقوموا يعملوا جمعية علشان يروحوا يشاركوا، علشان يعملوا الواجب اللي عليهم ويؤدي الواجب اللي عليهم. الأغنياء يقومون بما عليهم، كل شيء. فتخيل 30 مليون أنت مسؤول عنهم. يعني العراق 46 مليون يا جماعة، فأنت بتكلم في 30 مليون يعني قد العراق مرة تاني. فأنت مسؤول عن 30 مليون. هؤلاء 30 مليون، شوف الزحمة، شوف الناس، شوف كل ده. لا تجد حالة تحرش واحدة، لا تجد حالة سرقة واحدة،
لا تجد حالة جوع واحدة، لا تجد حالة عطش واحدة، لا تجد حالة خوف واحدة. جميع البيوت مفتوحة، الأمن والأمان، الحكومة العراقية تقوم بواجبها وما عليها، المدارس مفتوحة، المستشفيات مفتوحة، العيال بتوع الطب والشباب الحلوين اللي بيقوموا بالمسائل الطبية دياتي، وأي حد تعبان إيه ده؟ ما هذا المشهد المهيب الغريب؟ ينتابني سؤال يعني وأنا بشوف هذه المشاهد، وشكرا للناس اللي بعتوا لنا فيديوهات، يجيني سؤال كده غريب: ماذا لو اجتمع العرب كما يجتمعون في الزيارة الأربعينية المليونية؟ شوف، ده مشهد واحد لاجتماع العرب. مثلا تخيل لو اجتمع كل العرب في مثل هذا اليوم على قلب رجل واحد، لا تستطيع أي قوة في العالم أن تهزم العرب أو أن تقهر العرب. فأنت أمام مشهد جبار جدا. هنا يجينا سؤال يا أولاد: مين أول واحد قام بزيارة الإمام الحسين؟ ما احنا برضو عايزين نقول معلومة برضو. أول واحد قام بزيارة الإمام الحسين هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له كثيرا. هذا جابر أول واحد زار الإمام الحسين بعد 40، ومن ثم أصبح هذا تقليدا سنويا يقوم الناس من كل حدب وصوب ويأتون لزيارة الإمام الحسين. وحب الإمام، نحن لا نتحدث عن فكرة هنا شيعة ولا سنة ولا تفرقة، لا، هؤلاء محبين لحب الإمام الحسين وآل البيت، لا يقتصر على الشيعة ولا يقتصر على سنة، فقد جعله الله سبحانه وتعالى فرضا علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تصح صلاتك إلا بالصلاة على آل البيت. فهو مشهد مهيب، ويرجع الفضل فيه لله سبحانه وتعالى وإلى هذا الشعب العراقي الذي تجري فيه دماء الحضارة والعزة والقوة. ما أعظم أن تكون عراقيا، ما أجمل أن تكون عراقيا. إنها هدية السماء أن تكون عراقيا، أن تكون فارسا، أن تكون شاعرا، أن تكون كريما، أن تكون مضيافا، أن يكون لديك السؤدد والعزة والأنفة والقوة والكبرياء. إنه مشهد يا جماعة، مشهد حضاري، مشهد ببساطة شديدة له بعد سياسي. يقول لك انتوا بتقولوا المسلمين هم اللي بيعملوا كذا ومش عارفين هم اللي مش، طب تعالى يا سيدي، ايش معنى انت تبص لي على الحياة الوحشة وتسيب الحياة الجميلة؟ طب ما تيجي تشوف المسلمين عم يعملوا ايه، وتيجي تشوف العرب عم يعملوا ايه لما يقرروا ان هم يعملوا. فالعراق يضرب اليوم مثلا لكل دول العالم في التسامح، في الإخاء، في الكرم، في السؤدد، في التنظيم، في الأمن، في الأمان. يا معود انت يا معود عودت العالم كله على هذا المشهد الإنساني وأكبر تجمع راجل في العالم. فشكرا للعراق وشكرا للعراقيين وشكرا للمدن العراقية وشكرا للأطفال وشكرا للعشائر وشكرا للنساء وشكرا للشباب وشكرا للموائد وشكرا للجميع على هذا المشهد الحضاري التاريخي العظيم الذين صاروا فيه الزوار في أمن وأمان وحب وصدق وإيمان وروحانية. لما هو موجود أنهم يقرؤون القرآن، تجد القرآن موجود، تجد الشعر موجود، تجد الحواديت بتاعت الذكرى بتاعت الحسين بتاعت كربلاء واللي حصل فيها موجود. فهم يعني في حالة روحانية نقية جدا، يذهبون إلى ابن بنت رسول الله سيد الشهداء الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أي حد شاف الفيديو ده شيره على أوسع نطاق لنعرف ما هي الزيارة الأربعينية ولنعرف من هو العراق ومن هم العراقيين. أعتقد أن الصور تتحدث عن نفسها، وأن هذا الموكب العظيم يقول لكم من هو العراق. إنه العراق يا سادة. يا معود شير فورا وصلي على سيدك الحبيب ومدد يا رب وإيه وشكرا.